تاني عميل او عميل كمان بيبقى مشكلته في حاجه بسيطه خالص، ان هو جايب منتج كويس ومسعره كويس، بس هو راح اشترى المنتج بسعر غالي. تالت عميل ده بيروح يشتري يعمل منتج كويس ويسعره كويس ويعمل اعلانات، بس مش عارف يبيع ليه؟ مسعر المنتج غلط، مسعره اعلى من ايه؟ من السوق بكتير. او لا، مقلل سعره خالص فبيتباع كتير، بيتباع كتير وهو مقلل سعره ومكسبه ايه؟ قليل. فيجي اخر الشهر او اخر السنه يلاقي نفسه بايع ايه؟ ب 5 6 مليون، بس ايه مكسبه؟ قليل خالص، او ممكن مش ما عندوش مكسب اصلا. وده بسبب ما سعرش صح. يا اما اشترى بالغالي، يعني انت ممكن تروحي ايه؟ عايزه تشتري مثلا اكسسوارز وتبيعيها اونلاين، ممكن تروحي المنشيه، ممكن تروحي تجيبي من حد جمله، وممكن تجيبي حد قطاعي. انت لو رحتي اشتريتي من حد قطاعي هيديها لك بايه؟ بالغالي. انت لما تيجي تبيعيها مضطره ان انت تزودي عليها، فانت اشتريتي من مكان مش هيساعدك اصلا في ايه؟ في التسعير. لكن لو انا شاري من مكان جمله واخد السعر كويس ورحت حطيت عليه هامش ربح كويس، يبقى انا كده ايه؟ سعرت ايه؟ مظبوط. تمام.